رائدات ورواد السينما المصرية. إدموند تويما. ينحدر يوسف إدموند سليم تويما، وهو اسمه الحقيقي، من أسرة لبنانية كانت تقيم في مصر. فوالده سليم تويما كان يعمل موظفا في الحكومة المصرية، وكان يقطن في ميدان رمسيس. وقد تلقى إدموند دراسته في المدارس الفرنسية، وأجاد اللغة الفرنسية إجادة تامة، إلى درجة أنها أثرت على لغته العربية كتابة وقراءة ونطقا. فكان يكتب أدواره باللغة الفرنسية، ثم يلقيها بتلك اللكنة الأجنبية التي اشتهر بها في المسرح والسينما. وإدموند يعتبر من بين الأعضاء المؤسسين لفرقة رمسيس، والتي أسسها يوسف وهبي في العام 1923. وقد بدأ العمل بالفرقة خلف الكواليس، وذلك كعضو في لجنة التأليف والترجمة، والتي كونها يوسف وهبي للإطلاع على المسرحيات العالمية في لغتها الأصلية، خصوصا ما كان ينشر منها في مجلة الليستراسيون الفرنسية. وكان معه باللجنة عزيز عيد وفتوح نشاطي. ولم يكن دور إدموند قاصرا على قراءة المسرحيات فقط ليقوم بترشيحها للترجمة أو التمصير، بل كان كثير الرحلات إلى باريس لمشاهدة العروض المسرحية الجديدة من الفودفيليات والكوميديات، ويعود ومعه نصوصا لتقدم على المسارح المصرية باللغة العربية. ولم يكن أثره في السينما يقل عن أثره في المسرح، إذ كان يعتبر مرجعا للسينمائيين في اقتباس وتمصير الروايات الأجنبية عن طريق مكتبته الخاصة الزاخرة بالكثير من تراث المسرح والسينما العالمية. وقد ساعدته ثقافته وسعة اطلاعه على الأدب العالمي على تأليف قصة فيلم نشيد الأمل، والذي أخرجه أحمد بدرخان، وهو أول فيلم عصري قامت ببطولته أم كلثوم بعد فيلمها التاريخي وداد. والمعروف أن أم كلثوم اشتهرت بعد هذا الفيلم بلقب كوكب الشرق على اسم شركة أفلام الشرق منتجة الفيلم. أما أدواره السينمائية والتي كان يقوم فيها بشخصية الخواجة، فقد استهلها بدوره في فيلم انتصار الشباب عام 1941، والذي قام فيه بدور ناشر موسيقي أجنبي، كما قام بدور مماثل في فيلم مجد ودموع للمطرب محمد فوزي في دور الناشر ثقيل السمع، ودور مماثل أيضا في فيلم الأيدي الناعمة وهو الناشر الأجنبي وصاحب فرقة موسيقية. أما آخر أدواره على الشاشة فكانت دور مدرس اللغة الفرنسية في فيلم نادية في عام 1969، وهو آخر فيلم من إخراج أحمد بدرخان. ومن المفارقات العجيبة أن هذا الدور كان يقوم به في حياته الحقيقية بجانب عمله الفني والأدبي، لأنه كان يقوم بتدريس اللغة الفرنسية لكثير من كبار الفنانين والفنانات والشخصيات المعروفة. فكنت تراه في أيامه الأخيرة وهو على أبواب 80 من عمره يحمل كتبه ليقدم الدروس الخصوصية في اللغة الفرنسية. فقد خدم هذا الرائد اللغة الفرنسية بجانب الخدمات التي قدمها للمسرح المصري والسينما المصرية ثم التلفزيون المصري خلال أكثر من نصف قرن من الزمان. ورحل عن عالمنا في عام 1975 دون أن يتزوج ودون أن ينجب أبناء، ولكنه ترك أكثر من 70 عملا سينمائيا ومسرحيا.